من الناحية الهجومية. محمد هاني اشتكى من إصابة في أنكل القدم، ولكن لم أملك الوقت للحديث معه بعد المباراة، وبالتالي ما يعرفش طبعا تفاصيل الإصابة. هنحاول احنا نتأكد من تفاصيل الإصابة، لكن أدي لاعب لما اتصاب في النادي الأهلي وقت المباراة تم الاستفسار عنه في المؤتمر الصحفي، لأنه بيكون واضح للجميع ان اللاعب لما بيتصاب يا جماعه بتبقى فيه امور، حتى وان كان طبيب الفريق ما بيتم منعه من عدم الادلاء باي احاديث. ودي ظاهره غريبه جدا جدا، ان النهارده طبيب الاهلي، طبيب الزمالك، طبيب المنتخب الوطني يبقى بيتم منعهم من الإدلاء بأي أحاديث إعلامية. دي يعني ما شفناهاش غير في ال15 سنين الأخيرة. قبل كده أي دكتور كنت أنا أروح أسأل الدكتور مصطفى المنيري، ساعات كنا نسأل الدكتور أحمد سليمان طبيب المنتخب فترة من الفترات، سوري أحمد ماجد طبيب المنتخب في عهد حسن شحاتة، اطباء بقى كتير، الدكتور ايهاب علي، هعد لك الدكتور عبد الله جورج. الناس كانت بتتكلم ليه بقى؟ ليه انت بتروح تسال الدكتور؟ لان دي امور طبيه، مش هينفع انك انت لا انا ولا حضرتك ولا اي حد من افراد الجهاز الفني والاداري يتكلموا في الامور الطبيه. لكن دلوقتي وفي ظل طبعا الخلل والعشوائية اللي احنا فيها واللي بنعاني منها، واللي بيتم التكتيم على كل حاجة من ناحية الأخبار ما تقولهاش في عن الأندية وعن اللاعبين وعن الفرق. لما تيجي النهاردة تسأل الدكتور يقول لك أنا ممنوع. الدكتور ممنوع؟ ده الدكتور هو صاحب اختصاص فريد داخل الفريق. ده انت بتتكلموا في اصابه وبتتكلموا في يعني تخصصه، ما بيتكلموش في خناقه لعيب، ما بيتكلموش في اللعيب ده بيقول انا مصاب وهو مش مصاب ويطلع يحاسبن. ما احنا بقى الظريف اللي بقينا اللي